السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة مكرونة الافراح اللي الكل بيحبها، وهي من الاكلات المشهية واللذيذة اللي بتفتح النفس. واحلى حاجة فيها انها مش بتاخد وقت، ربع ساعة وتكون جهزت معاكي. حطي لايك وشير لكل حبايبك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا هنا طاسه يا بنات، تكون غميقه شويه زي ما انتم ما شايفين كده، بحيث ان احنا لما نيجي نحمر فيها يبقى فيها براح ان انت تقلبي فيها براحتك. يعني ما تبقاش الحروف بتاعتها تكون ايه مثلا قصيره شويه، لا يعني تكون اكبر سنه من المعتاد، بحيث ان انت لما تيجي تقلبي ما تطلعش منك ولا تقع منك لا يمين ولا شمال. انا معايا هنا يا بنات كيس من المكرونه. كيس المكرونه ده بيبقى عامل زي نص كيلو بس مش كامل، يعني بتاع 350 جرام، ما بيكملش النص كيلو. هنحمرها زي ما انتم شايفين كده، هنحط كميه زيت مظبوطه ونبدا نحمرها. اول ما توصل لنص تحميره، شايفين دي يا بنات كده مش متحمره تحمير كامل، هنزل عليها بكوبايه شعريه. انا مش هنزل عليها من الاول، لان انا لو حطيتها من الاول الشعريه هتتحمر قبل المكرونه، فانا لازم احطها في نص تحميره المكرونه زي ما انتم شايفين كده، وافضل اقلب فيها لحد ما تتحمر ويبقوا الاتنين بدرجه واحده. اهو شايفين كده اللون يا بنات؟ تمام كده. عايزينها توصل للون ده، بحيث ان الاتنين يبقى لونهم واحد بالظبط. واول ما تبدا توصل للون ده، هنزل عليهم ببصلايه كبيره مبشوره او مقطعاها قطع صغيره. يعني لو عايزه تقطعيها او تبشريها مفيش مشكله، بس لو هتبشريها ما تبشريهاش بالمكان الرفيع بتاع المبشره، لا ابشريها تكون قطع كبيره. انت عندك في المبشره قطع كبيره وقطع صغيره. وانا شغاله كده، لو حسيت ان هي عايزه شويه زيت بحط لها. يعني انت شغاله وحسيتي خلاص ان مفيش زيت، خلاص حطي لها تاني. تمام كده. وابقى مقطعه قرنين فلفل كبار، واحد احمر وواحد اخضر. عايزه تكتري من الفلفل مفيش مشكله، يعني تحطي مثلا 4 قرون او 3 قرون مفيش مشكله. وهننزل بفصين توم فقط لا غير يا بنات. انا كان عندي متفرز فحطيت القطعتين الصغيرين اللي انتوا شايفينهم قدامك دول، لكن انت هتحطي فصين توم بس كفايه. تمام كده. ونبدا نقلب فيها لحد التوم بتاعنا ما يبدا يتداخل مع المكرونه كلها. بصوا يا بنات، انا مش عايزه اقول لكم على الريحه عامله ازاي وانا واقفه بحمرها، والله قمه في الجمال. تمام كده، وصلنا للمرحله دي وخلاص، والثوم كده بدا ريحته تطلع. بنزل بمعلقتين من الصلصه. الصلصه دي يا بنات انا كنت عاملاها في البيت، ان شاء الله هبقى اوريها لكم في مره. تنزلي بمعلقتين الصلصه دول وتبداي تقلبي في المكرونه كلها لحد كل المكرونه ما تتداخل فيها الصلصه. ونسيت اقول لكم يا بنات ان مش لازم تعملوها في طاسه، عادي يعني انتوا ممكن تعملوها في حله، حسب المتاح عندك تقدري تشتغلي فيها، في اي حاجه تقدري تشتغلي فيها. وهنفضل نقلب كده لحد كل المكرونه بتاعتنا ما تتداخل جواها الصلصه، او الصلصه تتغلغل جوه المكرونه، يعني اي حاجه. وهنزل بمعلقه من الملح، شوفي انت الملح بقى المناسب ليكي، ومعلقه صغنطوطه خالص من الشطه. وهنزل بمعلقه برده ممسوحه من السبع بهارات، ممسوحه خالص يا بنات، مش عايزين نكتر توابل. وربع معلقه من الكزبره. وهنزل بمعلقه كامله من البابريكا. تمام كده. المعلقه اللي انا بستخدمها يا بنات دي اديكم شايفينها بتاعت التوابل ذات نفسها. تمام. انا هكتب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. وبعد ما اقلبها تقلبتين كده 3، هنزل عليها بكوبايتين من الصلصه اللي انت هتشوفيها معايا دلوقتي. انا نزلت بالكوبايه الاولانيه ودي الكوبايه الثانيه. تنزل الكوبايه تقلبيها، تحطي الكوبايه الثانيه برده تبداي تقلبي، وهتسيبيها تتسبك على النار لمده يعني بتاع حوالي 3 4 دقائق كده، وانت بتقلبي فيها تقفي تقلبي فيها كده لحد ما الصلصه تبدا تشربها كلها. اول ما تحسي ان الصلصه خلاص اتشربتها وبقيت تقلبيها كده تحسيها تقيله ومتماسكه مع نفسها، تبداي تنزلي عليها ب3 كوبايات من الميه. برضو انا عايزاكي تشوفي المقدار عندك عامل قد ايه. هي بتبقى الميه بتاعتها فوق الطاسه بعقله كده. تمام يا بنات. تبقى مغطيه المكرونه زي ما انتم شايفين قدام عينيكم كده، ونبدا نغطيها بس تستوي على نار هاديه. خلاص هي الاول هتغلي معانا كده غلوه صغنطوطه، خلاص ابدا بقى اوطي عليها زي ما انتم شايفين كده تستوي على نار هاديه. عارفين النار الهاديه دي مش عايزه اقول لكم هتخليها عامله زي الزبده. عايزاها يبقى فيها شويه شوربه كده زي ما احنا ما بنحبها. في ناس بتحبها مفلفله ما يبقاش فيها شوربه، هتبقي مظبطه لها الميه زي ما انا عاملاها كده. عايزاها تبقى على القد، خلاص قللي لها الميه شويه بحيث ان هي تبقى مفلفله معاكي. انا بصراحه بحبها يبقى فيها نسبه من الطراوه كده. بصوا بتبقى قمه في الجمال، والله يا بنات ما عايزه اقول لكم روعه، وما بتاخدش وقت في التجهيز. وتبقى كده جهزت معاكي المكرونه، احلى مكرونه ممكن تاكليها. قمه قمه في الجمال. انا مش بشكر فيها من فراغ، انا بشكر فيها لاني انا بعملها على طول بصراحه. يا ريت يا بنات تجربوها بنفس الطريقه. ونسيت اقول لكم ان الصلصه اللي بنعملها بيها لازم تبقى متصفيه يا بنات، ما تنسيش اوعي تعمليها بقشرها. وبكده نبقى عملنا احلى مكرونه. يا رب تكون عجبتكم الوصفه بتاعت النهارده. لو عجبتك يا ريت لايك وشير لكل حبايبك، وما تنسيش الاشتراك لو لسه ما اشتركتيش. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.